السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه فيديو جميل جدا. الفيديو بتاعنا النهارده عن علماء ومثقفين ومخترعين الجزائر يا جماعه. الجزائر دوله يا جماعه، دوله معروفه بثقافتها، معروفه باولادها، معروفه بعلمائها، وعلمائها كتير جدا، بس اغلبيه علمائها طبعا مسافرين بره في الخارج وبيقدموا ابحاث وامريكا كمان ذات نفسها بتعتمد عليهم في طبعا الاختراعات او الابحاث بتاعتهم يا جماعه. عشان كده دوله الجزائر دوله رائعه في الثقافه والفكر والتكنولوجيا يا جماعه. وفي الفيديو بتاعنا النهارده هنشاهد مخترع جزائري يا جماعه بيبهر طبعا يعني الغرب كله، او بيبهر طبعا مسابقه كبيره بتقام طبعا في صناعه الطائرات بدون طيار. طبعا صنع طياره بدون طيار ومحطوط عليها البادج الجزائري، وطبعا بيقدم الطياره بتاعته في السباق. طبعا السباق بيقام جدا لكل المخترعين اللي بيخترعوا الطيارات، وكل واحد بيقدم العرض بتاعه. لكن هنا ده اللي احنا هنتابعه في الفيديو بتاعنا النهارده، وهنشاهد نشوف المخترع الجزائري عمل ايه عشان تعرف قد ايه الجزائر او ولاد الجزائر طبعا واصلين لدرجه كبيره من العلم. هتشوف طياره كانها طياره حقيقيه بالظبط، طياره حقيقيه بالظبط يا جماعه، لكن دي طياره درون، طياره درون. ولما تعرف ان العقل الجزائري وصل لمرحله الطياره الدرون، يبقى لازم تعرف، لان طيارات الدرون يا جماعه هي المستقبل دلوقتي. طيارات الدرون هي المستقبل دلوقتي، هي اللي بتقوم بكل الاعمال، سواء بتقوم باعمال حربيه او بتقوم طبعا باعمال تصويريه او بتقوم باي حاجه، فلا فوائد كبيره جدا يا جماعه. فلما طبعا العقل الجزائري يخترع او يصنع طياره بدون طيار، يبقى لازم تعرف ان الجزائر وصلت لدرجه كبيره من التقدم والعلم والفكر والثقافه. وده الفيديو اللي احنا هنشاهده النهارده يا جماعه، اللي مخترع جزائري بيبهر طبعا العالم بطياره الدرون اللي هو اخترعها. فتعالوا بينا مع بعض نتابع الفيديو، يلا بينا. ادي يا جماعه المخترع الجزائري، ادي المخترع الجزائري. وطبعا يا جماعه العرض ده بيقام في طبعا المخترع ده من مدينه عين الدفله في الجزائر. والعرض ده يا جماعه بيقام في مدن، طبعا مدن اجنبيه، انا ما اعرفش ايه اسم المدينه بالظبط بالتحديد، بس طبعا ده يعني بيجمعوا كل المخترعين الطيارات، وكل واحد بيعمل العرض بالطياره اللي هو بيخترعها. زي ما احنا شايفين كده، ادي الطياره، طياره اباتشي او الطياره التمساح. وده طبعا اللي مشهوره في الجزائر، لان طيارات الجزائر بتبقى برضك طيارات تمساح، الطيارات اللي هي طبعا طيارات الجيش الجزائري عندهم طيارات كتير بشكل التمساح اللي احنا شايفينه، اللي هي نفس الطيارات دي بالظبط، بس دي طبعا تصميم جزائري زي ما احنا شايفين بنفس الطريقه. بس دي طياره درون يا جماعه، دي طياره درون زي ما احنا شايفين كده اهو. وكل واحد طبعا بيقدم العرض بتاعه، بيقدم القوه بتاعته. هناك بقى الشركات والاعلام والدنيا كلها بتبقى تتفرج على العرض. هنشوف بقى هنا هيطير الطياره ازاي. بس بصراحه لما تشوف العقل والفكر الجزائري لما يوصل لنفس المرحله اهو يا جماعه، تحس كانها طياره حقيقيه لما تطير وتمشي في الجو كده زي ما احنا شايفين كده اهو. تحس ان هي طياره هليكوبتر، يعني انت تشوفها كده تقول طياره هليكوبتر، ما تقولش ان دي طياره درون. التصميم والشكل والاتقان وكل حاجه فيها يا جماعه، لو انت جبت طياره التمساح بتاعت الجزائر تقول 100% دي طياره مش درون خالص، مش درون خالص. انت عمرك ما تتوقع يا جماعه. بيتحكم فيها بكل قوه، بيتحكم فيها، بص يعني كل حاجه معموله ببراعه، كل حاجه عارفه هي بتعمل ازاي. يعني انا بصراحه اول مره اشوف طياره هليكوبتر درون. تقدر بقى انك تستخدم الطيارات اللي زي دي لما يكون العقل والفكر بتاعك، يعني مثلا مخترع زي ده على طول المفروض الجيش الجزائري ما يسيبوش بصراحه كده. يعني المفروض الجيش الجزائري ما يسيبوش. ليه؟ لان ده ثروه قوميه يا جماعه، ده ثروه قوميه. ولو شافته طبعا الدول الاجنبيه وتشوف الاختراع بتاعه ده، اكيد هيخطفوه، اكيد هيخطفوه، مش هيخلوه يقعد في الجزائر. هم متعودين على كده. العقول اللي عندنا او العقول العربيه لما بتفكر وبتخترع وبتطور وبتنتج وبتصنع وبتعمل، ويشوفوا عقل هيأثر عليهم في اقتصادهم، يخطفوه على طول، يخطفوه على طول، يوفروا له الامكانيات اللازمه ويقولوا له انتج واصنع واعمل عندنا ويعمل حاجه ايه، ويغربوا المال والفلوس. وبعد كده ايه، احنا كدول عربيه اللي نخسر واحنا اللي نستفاد. فلما يكون عندنا مواهب شابه زي دي، مواهب متالقه زي دي، بصراحه المفروض القيادات الحكوميه والحكومات او الحاجات اللي بتكون مختصه بالشان اللي زي ده كده ما تسيبوش، على طول يخطفوه يجيبوه. وطبعا هنا ينموا المهارات اللي عنده، يشوفوا ايه اللازم له. وبصراحه لان الحاجات اللي زي دي بتبقى ثروه قوميه لما تنتج حاجات زي دي، لان طيارات الدرون يا جماعه هي المستقبل دلوقتي، هي المستقبل دلوقتي. بتستخدم في جميع الاعمال، سواء بقى اعمال التصوير، سواء بقى طبعا اللي يشكل لك بقى، يعني اللي يقدر يصنع لك طياره بالشكل ده يقدر يصممها لك بكذا شكل. هو ادام وصل الفكره فيقدر يصمم لك الطياره بكذا شكل انت عاوزه، بكل الطرق اللي انت عايزها اهو يا جماعه اهو. ادام الفكره نجحت يقدر يصممها لك بكل الطرق اللي انت عايزها. فطبعا المهام بتاعت الطيارات دي زي ما انا قلت لكم بتبقى مهام يعني مهام كبيره جدا.
في اعمال التصوير، في اعمال مثلا المساحه الارضيه، هتصور مثلا طبعا الناس اللي هم بيستخدموا المساحات بيصور حاجه مثلا، هتعمل مشروع تعمل حاجه فتقدر تصور لك المساحه من فوق، تقدر يعني حتى في الاعمال الحربيه في الحرب في كل حاجه الطيارات دي بتقدر طبعا تنقل، تقدر تضرب صواريخ، تقدر تعمل لك كل حاجه. فانت ممكن يعني بص استخداماتها في كل الاغراض. فهي دي المستقبل دلوقتي يا جماعه، هي دي المستقبل دلوقتي زي ما احنا شايفين كده، بتطير على مسافات مرتفعه زي ما احنا شايفين، تحس ان هي خلاص دخلت في السحاب وبتأدي الغرض بتاعها وبتقف في الجو زي ما احنا شايفين، وبتقلب وبتعمل كل اللي انت عاوزه. وسرعتها سرعه فائقه يا جماعه، السرعه بتاعتها زي ما انت شايف كده كانها صاروخ. سرعه فائقه، سرعه فائقه. فكده تقدر تتحكم فيها اكتر، تقدر تعمل مناورات، تقدر تعمل كل اللي انت عاوزه زي ما انت شايف كده. حتى دي كمان لو انت يعني مثلا في عمليه الدفاع الجوي، مثلا لو حسيت ان في جسم غريب، في طياره غريبه دخلت مثلا الحدود الجويه وانت شاكك فيها، يعني مش محتاج انك تطلع طيار يجري وراه وتغامر بطياره يعني مثلا مكلفه مليارات، لا ممكن تطلع طياره درون زي دي كده، ممكن وانت بتتحكم فيها تروح تضرب لك الطياره دي وانت مزاجك زي الباشا كده، وانت قاعد زي الباشا كده، طياره زي دي تروح تجيبها وتضربها زي الباشا كده، مش محتاج اي حاجه. فدي تقدر تستخدمها كمان في عمليه الدفاع الجوي يا جماعه. فالبص اللي يعني الحاجات اللي زي دي كده ما ينفعش انك تسيبها، ما ينفعش انك تسيبها. كل المخترعين اللي زي دول كده يا جماعه ما ينفعش ان احنا نسيبهم كده، لازم تهتم بيهم، لازم انت يعني تحول نفسك من بلد مستهلكه لدوله مصنعه، لدوله مصنعه. ما تستهترش بالحاجات اللي زي ده. يا جماعه شوفوا القوه وشوفوا العرض بتاعه، عرض رائع، عرض رائع يا جماعه. طبعا لما الناس اللي كل واحد بيروح يعني يعرض الفكره بتاعته ويعرض المشروع بتاعه، وطبعا ناس كتيره بقى بتتسابق، او منتجين كتير او الناس اللي بتصنع او اصحاب الشركات والحاجات اللي زي دي بيشتروا المشروع وبيشتروا الفكره وبيشتروا كل حاجه. فما تسلمش الناس اللي عندك او الخبرات اللي عندك للحاجات اللي زي دي، ما تسلمش الخبرات اللي عندك للناس اللي زي دول، استفاد منهم انت على قد يعني. بص وفر لهم كل حاجه، في الاخر انت اللي هتبقى مستفاد، انت اللي هتبقى مستفاد. ليه؟ لانك انت لو ما استفدتش بيهم هترجع انت تروح تشتري الطياره دي من الدول اللي طبعا من الدول الاوروبيه بسعر كبير جدا، بسعر كبير جدا، هيبقى انت الخسران في النهايه. بصراحه يعني تحكم كبير زي ما انت شايف، الطياره بتقوم بالمهام بتاعتها، بتطير لفترات طويله زي ما احنا شايفين كده، كل واحد بيقدم العرض بتاعه. وده طبعا كان العرض الجزائري زي ما احنا شايفين، وده طبعا كان العرض الجزائري زي ما احنا شايفين. الساحه دي يا جماعه بتبقى مليانه فيها طيارات كتيره جدا، فيها طيارات كتيره جدا، لكن ده كان دور العرض الجزائري زي ما احنا شايفين. يا جماعه طبعا معروف ان طيارات الجزائر طيارات التمساح، طبعا الطياره قامت بالمهام بتاعتها ورجعت تاني طبعا للتحكم زي ما انت شايف، ورجعت تاني وقفها زي ما هو عايز. حتى لو في الخلف كده، لو انت بصيت في الخلف في طيارات كتيره وراهم، بس هي مش واضحه، مش واضحه قوي. في طيارات كتيره كل واحد بيقدم المشروع بتاعه قدام الناس وقدام الخبراء زي ما احنا شايفين. طبعا الطياره بطلت هنا خلاص، بياخد الطياره بقى ايه وبيحطها في الكرتونه بتاعها او بتاعته او في الصندوق وبيعينها تاني زي ما كانت، بيعينها تاني زي ما كانت. بصراحه ملهاش حل يا جماعه، ملهاش حل. الطياره التمساح الجزائريه دي ملهاش حل. 3 2 1. طبعا شفنا الفيديو بتاعنا مع بعض يا جماعه، وشفنا طبعا المخترع الجزائري اللي ابهر العالم طبعا باختراعه لطائره يعني طياره اللي هي التمساح او طياره الاباتشي زي ما احنا شفنا كده يا جماعه. بتقوم بمهام كبيره جدا، بتستخدمها في اغراض كتيره جدا زي ما اتكلمنا مع بعض في الفيديو. بتقوم باعمال كبيره جدا لان دي طبعا هي دي التكنولوجيا يا جماعه، وهي دي المستقبل. اي مثلا لو انت دورت في الحروب في اي حاجه بتصل، ما عادش في استخدام طبعا الطيارات دي قد ما بيستخدموا الطيارات الدرون في كل حاجه، سواء بقى في التجسس، سواء طبعا في المناورات، سواء طبعا في المساحات الارضيه بتصور، او سواء طبعا في الحفلات. فطبعا اللي بيقدر يصنع طياره او يخترع طياره بنفس الطريقه دي بيقدر كمان يعني يخترع طيارات يعني بتصاميم مختلفه وبطرق مختلفه. طبعا يا جماعه ده كان الفيديو بتاعي، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.